نتعداو مع بعضنا للسؤال الثالث اللي هو شنو برنامجك لتحسين النقل العمومي؟ نذكروا اللي هذوما بالطبيعة أسئلة ليزانترنوت اللي سألوهم على youtube.com/tunisiatalks. هي المأساة نتاع النقل العمومي تنعكس في كثرة عدد السيارات والاختناق اللي تشهد البلاد هذه. ما نعتقدش أن ممكن باش نخفضوا من مستوى الاختناق هذايا إذا ما نحسنوش في وسائل النقل العمومي. الوسائل سواء الطرقات نفسها، يعني المسالك نعرفوا لمداخل تونس تقريبا مغلقه، ماهيش معناها مدروسه بشكل محكم. كي واحد يدخل في تونس كانه دخل في معناها لابيرانت ماهوش سهل باش يخرج منه. لابد من وجاد حل سواء حزامي ولا حاجه داخل البلاد تفك الاختناق هذايا. والحاجه الثانيه من حيث معناها الخدمات نتاع ادوات النقل العمومي نفسها، سواء قطارات ولا حافلات ولا حتى سيارات اجره. اعتقد ان الامثله موجوده في الدول المتطوره، واذا باش نتطوروا ماناش باش نخترعوا حاجه جديده، ولا بد نمشوا على المنوال هذاك.